السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. النهاردة عايزة أفكركم الأول بحاجتين قبل ما نبتدي كلام في حلقتنا. الحاجة الأولانية إن أنتوا تشرفونا بزيارة قناة اليوتيوب بتاعتنا بعد 20 سنة جواز. وحاليا احنا موجودين على كل البلاتفورمز تقريبا، على التيك توك، وموجودين على، طبعا تيك توك بالنسبه لي كان جديد جدا فما كنتش عارفه ان الفيديوهات القصيره مناسبه ليه. موجودين على انستجرام، وموجودين زي ما احنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. قناه اليوتيوب وطبعا والفيسبوك كل شويه بيبقى عندنا ريكويرمنتس مختلفه. اهم حاجه لمساندتنا ان انتوا تكونوا بس موجودين، بتعملوا كومنتس او شيرز او بتشتركوا طبعا في قناتنا، وده حاجه تشرفنا وتساعدنا في نشر الرساله اللي الصفحه والفكره كلها اتخلقت علشانها اصلا، وهي عمار البيوت بشكل مستمر، بشكل يضمن لكل البيوت العربيه استمراريه كل يوم افضل من اللي قبله. كمال لا ندعو له، وغير جائز وغير متحقق وخيالي جدا، ولكن في اطار نقصنا البشري ومحدوديتنا احنا بنحاول نخلي كل الرجاله والستات يعيشوا افضل من امبارح. لو كان ممكن ولو هم حابين هيلاقوا معانا اساليب كتيره قوي تساعد على ده. الحاجه التانية اللي عايزه افكركم بيها الندوه ان شاء الله بتاعه يوم السبت اللي جاي. هنتكلم عن التوازن بين العمل والبيت، وهنرد فيها على تساؤلات ناس كتير قوي، يعني هنديكوا فيها اساليب واقعيه عمليه طلعت قماش مع ناس كتير، والحمد لله انا اولهم. والاساليب دي هتساعد ستات كتير جدا ورجاله كتير جدا انهم يوازنوا ما بين العمل والبيت، لان احنا ما بنتكلمش في الندوه دي مع الستات بس. وربنا يجعلها كده ان شاء الله خير وفايده، ويمكن يكون الطف لقطه فيها ان احنا هنعرف نشرب مع بعض فنجان شاي وجها لوجه، وده نادرا ما بيحصل. طيب النهارده بقى احنا جايين نتكلم على ايه؟ جايين نتكلم على موضوع يمكن مفيش ستات كتير بتتكلم فيه، وهو من المواضيع اللي كان مسكوت عنها، ولو ان دلوقتي الحمد لله يعني الستات ما خلوش في نفسهم حاجه، كله بيتكلم في كل حاجه. بس اتمنى قبل ما نبتدي كلام ان احنا نتفق، وزي ما بخاطب كتير من الستات قبل كده، اتكلموا على اللي انتوا عايزينه، ولكن في الموقع الصح، في المكان الصح، اسالوا الناس الصح، اسالوا ناس ما تصبش على الخلاف جاز ونار وتولع في الدنيا. اسالوا ناس فاهمه تقدر تساعد، او على الاقل تشرح للطرفين هو فين الإنة، المشكله شكلها عامل ازاي او جايه منين. النهارده هنتكلم على حدث اوقات لما بيحصل ممكن يحصل بقمه حسن النوايا، ولكن للاسف تاثيره على النساء تحديدا سلبي ومؤلم جدا. ايه اللي بيحصل لما زوج يرفض زوجته، يرفض العلاقة الخاصة أو التلميح للعلاقة الخاصة مع زوجته؟ مش بالضرورة تكون هي المبادرة، ولكن احنا عندنا كذا حالة ان هو رفض المبادرة أو التلميح أو التصريح، أو ان هو متجاهل ومطنش، وزي ما بنقول كده بالعامية لما الستات بيهرجوا مع بعض، عامل مش من هنا عامل من بنها. قبل ما نبتدي كلام في التفاصيل، هي بترفض يعني بتترفض ليه، او الراجل ممكن يرفض زوجته ليه، وهنا عندنا علامات استفهام كتيره هنشرحها. طب لما الرفض ده بيحصل هي بتحس بايه، وفي الاخر طب نحلها ازاي يا سماح؟ تمام، مرتبها لكم، ولكن قبلها لازم اشرح للساده الرجال هو احساس الست المحترمه اللي بتبقى محوشه نفسها لزوجها ايه. هي بتبقى ببساطه عامله زي الارض اللي محافظه قوي على خيرها، محافظه قوي على طبيعتها، محافظه قوي على فطرتها، واغلبيه، ما اقدرش اعمم لان احنا متفقين ان كل تعميم خاطئ بما فيهم هذا التعميم، محافظه قوي على كل تفاصيلها للراجل الحلال. والكلمه دي لما بتتقال من ستات دايما بتتقال ومعاها حزن شديد، وكأن الجوهرة اللي هي محافظة عليها السنين دي كلها ما بتتقدرش أو ما بتتعاملش بالاحترام وبالاهتمام وبالغرام المتوقع. لأن زي ما الرجالة ليهم توقعات واحتياجات في الجواز، الستات كمان ليهم توقعات واحتياجات في الجواز، ولو إن كثيرا ما يكون الحياء حاجز عن إن المرأة العربية تعرف تتناقش بصراحة وبوضوح في احتياجاتها وتوقعاتها، لا قبل الجواز ولا بعده. بنات اليومين دول
أكثر جرأة، ولكن للأسف مش كلهم عندهم المعلومات الصحيحة أو الأسلوب الصحيح. فهي ممكن تكون جريئة، ولكن من شدة الجرأة ممكن الموضوع يفلت منها ويتحول لخناقة. تمام؟ النهاردة هنتكلم على هو ليه الرفض أصلا ممكن يحصل. الرفض له نوعين من الأسباب، طبعا ده يعني بناء على الحالات والكيسز والدراسات. في مجموعة حالات طيبة جدا اللي هي ايه؟ راجل تعبان حقيقي، مرهق، باله مشغول، ذهنه مش حاضر، لان الموضوع ده بالنسبة للرجالة بيحتاج كثير من التركيز وبيحتاج درجة من الحضور النفسي والذهني، ودي أسباب طيبة ما نقدرش نتهمه فيها بأنه مقصر. ولكن في الناحية التانية قد يكون في احتياج مطلوب منها انها تكفيه بنفس السيناريو لما بيحصل مع الست، انها تكون تعبانة او مرهقة او بالها مشغول او بتجري ورا الولاد. في العادي بنقول لها لا معلش تعالي على نفسك بقى شوية كده، حطي شوية احمر وغيري هدومك. نفس السيناريو. ليه ما بيتقالش ده للراجل؟ التابو المجتمعي بيقول للست تتشقلب عشان ترضي جوزها. طب والراجل؟ هناخدكم بقى واحدة واحدة. دي مجموعة الأسباب الطيبة ومدار في فلكها، يعني كل الحاجات اللي شبه. وفي أسباب تانية شريرة. إيه بقى الأسباب الشريرة اللي ممكن تخلي راجل يرفض القرب من حلاله؟ اللي هو يعني في رجالة كتير أساس مشكلتها العلاقة الخاصة، فسبحان الله الدنيا مش مريحة حد. ناس كتير محتاجة زيادة وستات مش مكفية، وناس ممكن تكون الست بتلمح أو بتصرح أو بتعرض نفسها زوجته عليه بشكل مباشر وهو اللي مش عايز. هنا لازم نقف عند احتمالية وجود أسباب شريرة. إيه بقى؟ المقارنة في الحلال أو في الحرام، سواء في زوجة تانية فهو بيقارن، فالزوجة المرفوضة دي هي بالنسبة له مش نمرة واحد، فنجمها مش عالي قوي معاه في الموضوع ده. طبعا مش هنتكلم بقى على حتة العدل ولا غيره، احنا بنتكلم بس على السبب من وجوده من عدمه. والحرام لو هو على علاقات أخرى أو بيتفرج على حاجة، دي قصة تانية. بيحب حد تاني، وده ممكن يعمل حاجز رهيب عن ان راجل يلمس ست حتى لو هي مراته، لو مشاعره مش موجودة تجاهها او مشاعره متجهة لاتجاه تاني خالص. الرجال اللي بتتشقى بره عادة ما بيبقاش عنده طاقة لأهل بيته، لأن ببساطة طاقته رايحة في الاتجاهات الخارجية. وهنا احنا بنتكلم تحديدا عن الرجالة اللي عندهم علاقات موازية للزواج، علاقات كاملة. تمام؟ وفي بقى سيناريو مشتق منها اللي هو اخف شويه، حرام بس حرمه نيته اخف شويه، لان الدنيا درجات ما نقدرش نساوي بين الامور وبعضها. ودي الناس اللي عايشه بقى على الابلكيشنز والشاتس والفون سكس والحاجات البورن وما صحبها من ممارسات جنسيه خاطئه او محرمه او حتى عاده سريه اللي هي احنا بنقول اقل البلاء يعني. ولكن كل ده بيؤثر على احتياجه لأنثى طبيعية بتواصل سوي في حياته. إذن أسباب الرفض ممكن تكون طيبة جدا وممكن تكون شريرة. طيب السبب الطيب بيفرق؟ الست ممكن تقدره. وعلى فكرة مفيش ست ما بتبقاش حاسة بجوزها، مش هقول عارفة، احنا مش مكشوف عننا الحجاب كلنا، ولو ان في ناس مننا ملمسين فوق وبيبقوا يعني كشوف بقى واحلام ورؤى، ويعني ما شاء الله لما بتبقى يعني حد روحه شفافه كده. مش عايزه اقول لكم يا جماعه الموضوع بيوصل لدرجه الذهول احيانا. ولكن في العادي الست اللي عندها نظر ومقدره جوزها بتبقى فاهمه انه تعبان مرهق مشغول مره 2 3، بس مش العمر كله. تمام؟ لما الموضوع بيتكرر كتير واحتياجها بيتكرر كتير وكسرة قلبها بتتكرر كتير، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل حالة من حالات الصمت، حالة من حالات فقد الأمل، حالة من حالات كسرة النفس كده بنقولها بالعامية. كسرة النفس دي بقى بتوديها على سكك تانية خالص، بتوديها على سكك هو يعني مهمل ليه فيا كده، هو ما بيبذلش مجهود ليه عشاني. ده ايه ده حتى الانعكاسات بتاعتها طيبه برضو. مع الوقت بتتحد مع المشاغل الشريره، لان الانعكاسات دي ما بتفضلش كده، ما هي بتعلى، سقف الانعكاسات ده بيعلى، لان شيطان الست بقى بيستلقاها، يقوم موقفها مع اللي عارفه ان جوزها بعيد عنها لاسباب شريره.
فيعمل ايه بقى الاثنين؟ للي عارفه ان جوزها بعيد عشان اسباب طيبه، واللي عارفه ان جوزها بعيد عشان اسباب شريره، يوقف الاثنين في نص الصف، ويبتدي بقى شيطانهم يقول لهم ايه؟ ما هو شيطان ونفس وهوى الثلاثه بيتفقوا مع بعض ممكن يهلكوا اعقل عقله فينا كستات. يبتدي بقى يقول لها هو رفضك ليه؟ ما انت مرفوضه اصلك، يعني مش قد كده، قليله، غالبا انت مش جميله، واحتمال تكوني مش شداه، انت مش ست مش جذابه. ما هو لو ست جذابه وفي الحلال وجوزك سليم وقادر هيبعد عنك ليه؟ اكيد في ست تانية، حتى لو هو الاسباب طيبه اللي بعدها عنها غصب عنها شيطانها هيشغلها. ويا سلام بقى لو في تاريخها راجل كده ولا كده، شاف له شوفه، اب، خال، عم، اخ، جوز بنت الجيران، البواب العماره، اي راجل هتقول لك كلهم كده. ويبتدي الراجل يسمع من مراته كلام غريب جدا. طيب استجاب؟ لا، لانه دخل نفسه في اللوب بتاع ايه؟ قفلتني اكتر، ويجي يقول لي اصلا بتقعد بقى تزن، انا فعلا اتقفلت اكتر. ماشي، طب ما هي عندها مشكله، هي عندها احتياجات وما عندهاش حد غيرك تلبيه. هتعمل هي ايه؟ هتروح فين؟ لو هي مالكه زمام نفسها شرعا وعرفا ودينا وبنت حلال كده ومحترمه وكويسه، بتحط في نفسها وتسكت وتحط لسانها جوه بقها وتقعد جنب الحيطه، وخدوا بقى مني الكلمه دي ثقه، وتكتئب بالتدريج، لان احساسها بانوثتها بيتكسر حته حته مع كل مره بتترفض فيها. وقد ما هي بتحبك بتفضل تعرض عليك نفسها للقطه، بعدها كرامتها بتنهار فبتبطل، هي اللي بقت تزهد فيك. واللقطه دي لما بتيجي، لو انت بقى حبيت اللي تخطب ودها، مش هتلاقي الست اللي كانت مهتمه بتاعت زمان. هتيجي عشان الشرع والدين و و و و و وكانه عليها مش ليها، علما بان الشرع والدين لينا وعلينا، يعني ليها حقوق عندك زي ما انت ليك حقوق عندها، زي ما هي المفروض تعفك انت كمان المفروض تعفها، وتعمل على ده جاهدا. وعملنا قبل كده قريب حلقه على هذا السياق. طيب، واللي ما بتعرفش بقى تملك نفسها وشيطانها شاطر وامتحاناتها تبتدي تنزل تقيله، يبتدي شيطانها يخش لها من باب ايه؟ مرفوضه ايه يا شيخ؟ ده انت مقبوله عند فلان وعلان وترتان. طب حتى بصي، حتى كميه المسج ريكويستس اللي عندك في ماسنجر، ده انت جميله قوي، انت متهيألك انت قليله، هو شايفك قليله. بصي فلان شايفك كتيره، كتير قوي، كتير عليه وكتير على اي راجل. مين اللي قال ان انت مش جميله؟ ده انت صاروخ، ده انت جميله جدا. وتبتدي تتعاكس وهي ماشيه، وهي قاعده في النادي، وهي بولادها في تمرين او رايحه او راجعه، فتيجي تتكلم مع نفسها، ما انا مش قليله اهو، ما انا كويسه اهو، ما انا جميله اهو، امال هو مش شايف ليه؟ بغض النظر بقى هو شايف ولا مش شايف، كل الدنيا كوم. وان الست تترفض من راجل هي بتحبه ده كوم تاني. مش بس تترفض، ويا سلام بقى لو هي محوشه نفسها باللفظ. انا سمعت من اكتر من ست محترمه وقمه في الجمال والاحترام والرقه والانوثه، وزي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا، وعن ثقه انهم كده وبشهاده رجالتهم، تقول لي انا محدش لمس ضفري، ما كنتش حتى بسلم على مش محارم، محوشه نفسي لزوجي. فالتحويشه دي بقى بتقولي على فشوش، يعني هي بتقولي انا، طب حوشت نفسي ليه؟ طب ما حدش قال لي ليه؟ طب ما انا كده في المكان الغلط. طب ايه، اتطلق ولا افضل وارضى بقليلي، وارضى باني قليله، وارضى بان هو ده الافيلبل؟ احنا ما بنتكلمش هنا على اي حالات استثنائيه، ما بنتكلمش على رجاله مسافره، ما بنتكلمش على رجاله عندها اي حالات مرضيه، بنتكلم على رجاله في عزهم اصحاء تمام زي الفل، ولكن بيرفض كتير، بينشغل كتير، بيطنش كتير، بيكسل كتير. مفيش حياة زوجية بتتبني على الإهمال والتطنيش والكسل، لا من راجل ولا من ست. أنا النهاردة بكلم الراجل، وفي 100 حلقة قبل كده كلمت فيهم الست، عشان ما تكسلش عنك وما تستهونش بطلباتك وما تهونش فيك. فلازم أنت كأخويا أو ابني
او ابن خالي او يعني لازم اهتم باخويا الراجل وافطمه وافهمه ان اوعى تهمل مراتك لان انت بتكسرها. انا عندي يا جماعه ستات بتتعالج من الاكتئاب من كتر ما هي حاسه انها مرفوضه، واقسم بالله انا كامراه هي لو مرت من قدامي لازم هكبر واسمي عليها من كتر ما شاء الله ما هي جميله شكلا ولسانا وطبعا. ولما تقعد مع الزوج يقول لك اصل مشغول. مشغول بايه عن ايه؟ ما هو انت اول ما تشبعها وتديها حقها انت كتير قوي من مشاغلك ممكن تقل. مش لمجرد ان هي شبعت، لا، لانها هتبقى حاضرة الذهن وسعيدة ومرتاحة وعندها استعداد. حط عليها زي ما انت عايز. كتير قوي بقول لكم جربوا كده تشبعوا الست وشوفوا هتعمل ايه. مفيش ست شبعانة مشاعر وامان واحساس واهتمام مش ممكن تقلب لك الدنيا قلب بس عشان خاطر سواد عيونك، بس لمجرد ان في حاجة تريحك او تسعدك. بس شبعها لان من حقها انها تشبع. شبعها لان ما عندهاش غيرك. شبعها عشان الغلط اللي احنا شايفينه وعمال ينتشر وبقى تحت بند عموم البلوى. زي ما في رجاله في ستات، الستات دي جايه منين؟ شبعها عشان من اول وتوب اسباب ليه بنخون، واحنا عملنا قبل كده حلقه اسمها كده، هو الستات اللي مش شبعانه جنسيا. وده كان يعني من المفاجآت اللي لما اتعمل بحث اجراه بعض الزملاء اكتشفنا ان اول سبب من اسباب كتيره ممكن تدفع المراه من جميع الجنسيات للخيانه هو عدم الاكتفاء الجنسي. انت متخيل؟ الست مش الراجل. الراجل اتضح لنا ان دفعه الاساسي للخيانه، واحنا في البحث ده سالنا ناس بالفعل وقعوا في فعل الخيانه، ربنا يعافينا، وهم في علاقات طويله المدى خاطبين او كاتبين او متزوجين. الراجل كان بيبحث عن التقدير، عن الكلمه الحلوه. ايه ده معكوسه يا سماح؟ ايوه، لان في العالم العربي احنا ما بنلحقش، ما بيهونش علينا طلب للراجل. ولكن الست ممكن تهمل وممكن تتحط على جنب. احنا معتمدين على ان حيائها مش هيخليها تطلب، بس ممكن يخليها تخون، لان شيطانها اشطر من حيائها. فما تحطهاش في امتحان وترجع تقول لها سقطتي ليه، او ما تبقاش عارف اصلا هي بتمتحن ولا لا. يا جماعه راعوا اهل بيتكم. طب ايه حلها يا سماح؟ لما انا ابقى راجل ومحترم واسباب رفضي طيبه. لما تكون اسباب رفضك طيبه لازم تكون ذكي في الرفض. طبطب عليها، اثني على جمالها. ما شاء الله انت شكلك زي القمر النهارده، بس معلش حقك عليا، انا مرهق، انا مش قادر. ما شاء الله. قولها اي كلمه لطيفه، اي كلمه تجامل الجاهزيه اللي هي بتبقى جاهزاها ليك. اي ست من اساسيات او من بديهيات التلميح انها تكون جاهزه في ميعاد رجوعك. جاهزه بتعمل ايه؟ جاهزه لك كزوجه، لابسه متعطره، حاطه مكياج، البيت هادي، جو لطيف، حاجزه مثلا يوم او يومين انتم مسافرين. حلو، حتى لو انتم مسافرين انت تعبان هتسافر تنام اليومين، قول لها كان نفسي ابقى معاكي بس حاصل 1 2 3. كان نفسي ابقى مركز معاكي بس والله الشغل عندي فيه 1 2 3. فهمها ايه اللي بيحصل، ولكن ارفق التبرير ده بمجامله لطيفه وباقرار ان انت كنت تتمنى انك تبقى مع الجمال ده او مع الروعه دي، ولكن الظروف 1 2 3. اعمل من بنها دي بقى معناها ايه؟ ما هو انت اللي مع شراك دي مدركه كويس انت لمح قد ايه، ومدركه كويس معدلات ذكائك اخبارها ايه. فمش معقوله تيجي عندها وتعمل عبيط. هتلاقي بقى تعليقات وتلقيح كلام وسخافات. وانا عارفه الستات احنا لساننا بيبقى سم لما بنبقى متعورين، انما لو طبطبت وشبعت ان شاء الله جمال، ان شاء الله حضن كده خفيف جدا، بوسه على جبينها، مش هقول لك حتى بوسه يعني لزوجتك، لا، حاجات ممكن تبدو بسيطه جدا ولكن معناها العاطفي عالي قوي عند الست. ولكن اوعى تتجاهلها او تتعامل معها كانها مش موجوده. المواضيع دي مهينه الى اقصى درجه ومؤلمه. زي ما الرجاله بيتوجعوا لما بيترفضوا او يترفض لهم طلب ويصحى الصبح مادد بوزه، مفيش ست تقدر تصحى الصبح ماده بوزها لانها ببساطه مش فايقه تمد بوزها، وراها 30,000 حاجه تتعمل تاني يوم الصبح. ولكن ده مش معناه ان هي من جواها مش حزينه
ورفض على رفض على رفض، على اهمال على اهمال، على تجاهل على تجاهل، هتبص تلاقي قدامك ست زاهده فيك. ما ترجعش بعد كده تقول لي سماح الحقيني نرجع الست دي ازاي. غالبا ما بنعرفش نرجعها، لان الستات غير الرجال لما بيزهدوا بجد، والقلوب الطريه اللي بتجري ورا الرجاله، واللي بتبقى مش عارفه تعمل لك ايه، ومش عارفه ترضيك ازاي، ومش عارفه تدلعك ازاي، ما انت حلالها، هي ما عندهاش غيرك. لما القلوب دي بتنشف بتنشف، ما بنعرفش نرجعها تاني. ربنا يصلح حالكم جميعا ويهديكوا. معشر الرجال محتاجين شويه حنيه، محتاجين شويه ذكاء اجتماعي، زي كده ما بنعرف نعتذر بكل شياكه وبكل رقي لاي حد غريب بيطلب مننا حاجه مش قادرين نلبيها، او لمدير بيدينا تاسك زياده او مهمه زياده مش هنلحق نعملها النهارده. خلوا نفس درجه الرقي والذكاء والاهتمام والروعه دي مع ستات البيوت، مع حلالكم، مع الناس اللي ربنا ائتمنكوا عليهم، مع الستات اللي ممكن يكون ملهاش مصدر حنية ولا احتواء إلا انتوا، إلا أزواجهم. بيجي علينا وقت بنبقى ستات بطولنا في الدنيا، لا أب ولا أم ولا أخت ملهاش إلا حضنك، فلما تبقى مش لاقياه متوقع منها إنها تعمل إيه؟ الصح إن إحنا بنحط همنا في بيوتنا، بنحط همنا في ولادنا، بنحط همنا في عبادتنا، ولكن هي عندها زوج. انا اقدر اقول الكلام ده لارمله، لمطلقه، لواحده مش موجوده، ولكن اللي عندها زوج بتحرمها ليه؟ بتجوعها ليه قاصد؟ مش منطق، مش مبرر. مشغول، تعبان، مرهق، اتفقنا، قول كلمتين حلوين واعتذر بشياكه. ربنا يصلح احوالكم جميعا ويملى البيوت كلها يا رب تفاهم وود وسعاده. الكلمه الطيبه لها عمل السحر، يعني قدموا النوايا الطيبة وبإذن الله ربنا يجعل بينكم كل خير. ربنا يسعد البيوت كلها وبيتي من ضمنكم. ربنا يهدي الشباب والبنات كلهم، ولادنا وبناتنا من ضمنهم. وأكدوا على شبابكم وعلى أولادكم اللي داخلين على جواز يراعوا احتياجات زوجاتهم، ياخدوا بالهم منهم كويس، يحطوهم في عينيهم، لأن العلاقة تبادلية. كل ما هتاخد بالك من مراتك وهتشبعها، هي هتبقى بتتمنى لك الطلب، تطلب. ربنا يا رب يكملها عليكم دايما بخير. تصبحوا على ألف خير.